كلام في الكورة. نبدأ الكلام عن المجموعة التانية. المجموعة التانية تضم إنجلترا، إيران، أمريكا، ويلز. ونبدأ بإنجلترا. منذ عام 1966 وصل المنتخب الإنجليزي مساعيه لإضافة لقب عالمي أو حتى قار جديد إلى خزينته يعزز بها مكانته ومكانة بلاده كونها مهد كرة القدم. عد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أول اتحاد وطني للعبة يتم تأسيسه في تاريخ كرة القدم، ويرجع ذلك إلى عام 1863. بعد 42 عام من ذلك التاريخ انضم الاتحاد الإنجليزي الاتحاد الدولي الفيفا، ثم أصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا عام 1954. وخاض المنتخب الإنجليزي مباراته الأولى يوم 6 يونيو 1908، وكانت مواجهة ودية أمام النمسا وانتهت باكتساح الفريق الإنجليزي ب6-1. هو تترأس ديبي هيويت لتكون أول امرأة تترأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خلفا لكيرج كلارك. استلمت مهامها رسميا في 2021، وتمتلك هيويت خبرة كبيرة في الحكومة كونها أدارت مجموعة واسعة من الشركات المدرجة والمدعومة بحقوق الملكية الخاصة والمملوكة للقطاع الخاص لمدة 15 عام. أبرز اللاعبين في مدار كرة القدم الإنجليزية يعتلي واين روني ب53 هدف، عرش الهدافين التاريخي لمنتخب إنجلترا، سجلهم في 120 مباراة، لكن هذا الرقم مهدد بقوة من هاري كين نجم توتنهام الذي سجل 51 هدفا. وحفر المهاجم جويف هورست اسمه في ذاكرة الإنجليز عقب إحرازه 3 أهداف هاتريك في شباك منتخب ألمانيا بنهائي كأس العالم 1966 التي ساهمت بتتويج الأسود الثلاثة باللقب الأول في تاريخهم. أبرز اللاعبين أيضا غاري لينكر وألان شيرر وديفيد بيكهام ومايكل أوين وفرانك لامبرد وبيلتون مور وغيرهم من اللاعبين الآخرين. بلغ المنتخب الإنجليزي نهاية كأس العالم 15 مرة من قبل، ويستعد للمشاركة رقم 16 في النسخة الثانية والعشرين التي تقام في دولة قطر. غاب منتخب إنجلترا عن نسخ المونديال الثلاثة الأولى، ثم سافر إلى البرازيل المشاركة للمرة الأولى في تاريخه بمونديال 1950. وكان عام 1966 شهد على الإنجاز الأكبر في تاريخ المنتخب الإنجليزي فيما توج بلقبه الدولي اليتيم، مستفيدا من إقامة بطولة على أرضه وبين جماهيره. المنتخب الإنجليزي المركز الرابع مرتين في مونديال المكسيك 86 وروسيا 2018. يتأهل المنتخب الإنجليزي إلى نهاية مونديال 22 بعد تصدر ترتيب فرق المجموعة التاسعة برصيد 16 نقطة جمعها من 8 انتصارات وتعادلين. وقعت الكرة على المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثانية، حيث يواجه المباراة الأولى نظيره المنتخب الإيراني يوم 21 نوفمبر ملعب خليفة الدولي. التقى المنتخب الأمريكي في الجولة الثانية على ملعب البيت وذلك يوم 25 نوفمبر. وتكون المباراة الأخيرة في دور المجموعات هي الديربي البريطاني المنتخب. ومن أبرز اللاعبين المنتخب الإنجليزي هاري كين ورحيم ستيرلينج، وجود بلينغهام وبوكايو ساكا وفيل فودن وماسون ماونت وجاك غيرليش وغيرهم من اللاعبين الدوليين. الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مدرب المنتخب غاريس ساوثغيت في منصبه بشكل رسمي يوم 30 نوفمبر 2016 بعد نجاحه في تحقيق نتائج مميزة في الفترة المؤقتة. ومنذ توليه هذه المهمة قاد المنتخب الإنجليزي للمركز الرابع في كأس العالم 2018 ووصافة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020. يوم 22 نوفمبر 2021 أعلن الاتحاد الإنجليزي بتمديد عقد المدرب ساوثغيت. وفي المجمل قاد ساوثغيت صاحب 52 عام منتخب بلاده في 76 مباراة، فاز في 48 منها وتعادل في 14 خسرة مثله. ده أبرز مشوار المنتخب الإنجليزي في المونديال قطر 22. You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do